يا مساء الورد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده الايام الجايه تبقى ايام مفترجه علينا، واللي جاي ان شاء الله يبقى احسن واحسن، ورمضان كريم. وخلونا بقى نبارك للفنان الجميل احمد مكي. يعني اللي اعرفه ان احمد مكي كده ايه غاوي حمام قديم، وخاصه الزاجل يعني، وبيدخل بطولات. امبارح اعلن على الصفحه بتاعته ان هو فاز بالمركز ال 13 بمسافه 213 متر، وفاز بالمركز ال 22 على مسافة 400 متر تقريبا. وان كان مشارك في الحمام الزاجل 1991، يا رب ابقى قايله الرقم، يعني ما يعادل 2000 حمامه. انتوا عارفين يعني ايه 2000 حمامه ويرجع منهم 50؟ خلينا بقى نتامل كده بما اننا غاويين حمام. انا مش خبيره حمام، انا غاويه ممكن حمام. طب ايه اللي يخلي 1991 حمامة ما يرجعش منهم 50؟ هل ظروف الجو ممكن تتوه الحمامة؟ طب المسافة لو شفناها، المسافة 200 متر و400 متر، والحمام الزاجل لو هو مسافات طويلة يقدر يعدي ال1000 متر. طب كلها تساؤلات، يعني أنا بشارك معاكم فيها التساؤلات دي. ليه الحمام مرجعش؟ هل ما اتدربش كويس؟ وفي حاجة بقى حابة أوضحها لكم بالناس اللي بتسأل. حد كان باعت لي وقايل لي طب نظام المسابقة دي بتبقى ازاي، او هو مش الزاجل بيرجع لموطنه الاصلي اللي اتربى فيه؟ طيب ازاي الحمام كان في الامارات ومرجعش لمصر، او التفاصيل ديت؟ بصوا هقول لكم على حاجه اللي انا على حد علمي، يعني حد خبرتي، ولو انا قلت طبعا حاجه غلط او مش مفهومه يا ريت حد يوضح لي. اللي اعرفه ان هم بيجيبوا الحمام زغاليل صغير، وبيروحوا بيه عند، بيبقى كل متسابق مثلا قال انا هشترك، وبيدفع تقريبا رسوم معينه، فبيجمع الحمام بتاعه. كل واحد بيجمع الحمام بتاعه وهي زغاليل في النقطه دي، النقطه المشتركه بينهم كلهم، مثلا اللي مساهم او مشترك في دوله مصر، دوله الجزائر، يعني دول كتير. فكله بيبعت الحمام بتاعه وبيتدرب الحمام دوت لقطع المسافات. في بقى ايه حمام قطع مسافات قصيره، في اطول شويه، في اللونج اللي هو الطويل خالص. فهو اساسا بيبقى كبر الحمام في النقطه اللي هي النقطه المشتركه بين كل الدول. بس انا استغربت من الكام نقطة دول. طبعا ده لو بقى ال50 ابن بلدي مبروك ليه طبعا، يعني فاهمني. انا مش بتكلم في حتة يعني اقلل من فوزه، انا بس بتساءل وبفهم ليه، يعني ليه 1991 حمامة مرجعش منهم غير 50؟ فاهمين قصدي؟ بس خلينا بقى نتكلم في الموضوع التاني اللي هو ايه بقى. حد كاتب لي على التيك توك بيقول لي حرام عليكي، هو الحمامي بيأكل 2 بالعافية هتحطي له 3؟ بص عشان بس ايه من شايفين واضحة ولا لا؟ واكلة اهي وزي الفل اهي، شايفين واكلة اهي. هي لسه عشان ايه صغنطوطة. طيب بص التانية، استنى مش عايزة ايه. شايفين واكلة اهو زي الفل. انا هقول لكم امتى بنعمل الحركة دي. بصوا شايفين اهم 3 من بعيد اهو، ال3 متأكلين كويس جدا. انا ما قلتش الموضوع ده احنا بنعمله على طول، انا قلت في الحالات الاستثنائية لما يكون عندنا القص حنين وقادر ان هو يزق ال3 زغاليل بنعمل الحركه دي. وما ينفعش ان احنا ننقلهم في مرحله اللبه خاصه. ليه بقى؟ لان بصوا انا عايزاكم بس تركزوا كده معايا. هتلاقوا ايه؟ بقول اهي، بقول سليمه او مختلطه، يعني الاكل مش كله خشن. لكن اللبه بيقعد بمرحله اللي هو ايه، الاهالي لما بتاكل الحبوب بتحطها في الحوصله، فبتقعد ساعتين. الحوصله دي بتعمل عمليه هرس علشان يبقى شبه سائل، وبعدين بتزق، غير ما يكون في المرحله دي. فانا قلت لما بننقل او نحب نفكر ننقل 3 زغاليل مع بعض، نستنى لحد ما يكونوا اتأسسوا من الاهالي، وبعدين ننقل الموضوع ده عشان يبقى
الموضوع ما فيهوش ضرر للزغاليل، لاننا لو حطينا ال3 زغاليل في وقت واحد وهم بيلبوا، مش هتقدر الزغاليل تلبي بالكمية اللي هي في الحوصلة بتاعتها، اللي هي ما بتبقاش سريعة زي البقول ال3. لكن مادام احنا عدى مثلا ال10 ايام وحطيناهم مع بعض وعارفين ان ده ده شايفينه، ده الذكر اهو اللي بياكل. انا عايزه اوريه لكم. تمام، شايفينه ذكر حلو يعني عافي وحلو، والنتايه بتاعته نتايه طايره، لا مش موجوده، النتايه طايره. فعلشان تعمل الحركه ديت وما تهلكش قص الحمام الكبير اللي بيزق، انت بتعملها مره مثلا ايه كل كم مره يعني، وفي حاله ان يكون عندك زغلول لوحده وتدي فرصه للقص التاني، فمش هيحصل اي مشكله. وهنا في حاجه برضو حابه اقولها، هنا ال3 تقريبا في نفس الحجم، هو ده اصغرهم شويه بس يعني في نفس قريب من الاحجام. ما ينفعش ان انا اجيب واحد ملبي لسه بيلبي واحطه مع واحد عنده 10 ايام. اولا الاهالي هتعرف المختلف فيهم وتضربه وممكن تموته، زائد ان هو اهو ايه بس النتايه لسه النتايه طايره. زائد ان دوت بياكل طبيعه اكل مختلفه عندها، من ناحيه ايه ان زي ما قلنا كده في اول 4 ايام الاهالي بتلبي يعني الاكل بيبقى شبه سائل، لكن بعد ال7 يوم بيبتدي ناعم شويه مع خشن، بعد ال10 يوم بيبتدي ان هو يديه حبوب كامله. فنخلي بالنا من التوظيف. طب هل اللون مهم؟ اللون مهم في مرحله معينه، يعني لو احنا حطيناهم ال3 في السن ده والوان مختلفه مفيش مشكله، نركز الله يخليكم في الكلام ده، يعني في العمر ده مفيش مشكله. اما يكبروا ويريشوا يعني عمر ال20 ودول سود ودي بيضه، الاهالي هتعرف حتى لو هما في نفس العمر. فكل مرحله سنيه او كل وقت احنا بنوظف في امتى نحط وما نحطش عشان ما يحصلش ضرر للزغاليل. حاجة تانية حابة أقولها للمبتدئين، لو حضرتك جبت جوز ومش عارف إذا كان ده ذكر ولا نتاية وعملوا المنظر ده، مش مجرد إن هو عايز ينقرها في راسها، بيتعاركوا كده، تعرف إن دول ذكرين. لأني شفت بوست كان حد بيسأل وبيقول أنا مش عارف هما بيتخانقوا ليه. حبيت برضو أوضح للمبتدئين اللي بيسألوا نفس السؤال، طبعا أنا جنبهم وهحوشهم دلوقتي، يعني انا بس حبيت اوري الصورة. طب هم عملوا ليه كده؟ انا كنت حاطه قص في عين وبدلت العين، فاول ما طيرتهم كان عايز القص الابيض ده يرجع لعينه الاولانيه، والقص التاني بيتخانق معاه مش عايزه يدخل، فعشان كده حصلت الخناقة بالبلدي كده زي ما بنقول. أتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم، وبكرر تاني ألف ألف مبروك لفناننا الجميل أحمد مكي، ودايما كده فايز في أي مسابقة تدخلها، ورمضان كريم على الجميع. سلام.